ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير بصحه تمام. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اول حاجه علشان الكفيف يفكر بطريقه ايجابيه، مش معنى ان انا بقى خلاص كفيف فاقعد بقى احط ايديا على خدي واعيط واصوت وانا كفيفه وماليش لازمه في الحياه وماليش معنى والاوبشن ده. لا خالص خالص، ما ينفعش ان انا افكر بالتفكير ده. اول حاجه هديكم نصيحتين تخليكم ان انتوا تفكروا بطريقه ايجابيه. اول حاجه ان انا ابقى عندي، عشان اوصل طبعا وانجح، ان انا يبقى عندي ثقه في نفسي، ثقه زايده في نفسي، ان انا ابقى مأمنة قوي بنفسي، حاسه بقيمه نفسي جدا جدا. دي حاجه. الثقه مش غرور، يعني بلاش الثقه ده يقلب معانا بغرور، لا ده غير ده خالص. الحاجه التانيه ان انا ابقى مصدر سعاده نفسي، انا ابقى المصدر الاول لسعاده نفسي. فاهمين قصدي؟ طبعا مفيش مانع ان انا اخرج مع اختي، اخرج مع اخويا، اخرج مع عائلتي وابقى مبسوطه، بس ابقى انا برضو مصدر سعاده نفسي. بحبكم جدا، يا رب اكون فدتكم بالمعلومات دي. بحبكم جدا، باي باي.